بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا حبايبي هنتكلم على المستكة وفوائدها الجميلة. بس قبل ما نتكلم على المستكة، في حاجة انا النهاردة بصراحة جربتها، فانتوا عارفين اي حاجة بجربها وبتعجبني لازم اقولها لحبايبي. النهاردة انا اللي يعرفني ومتابعني بقاله فترة عارف ان انا بحب حاجة اسمها القهوة العرب التركي. فالقهوه الفتره اللي فاتت دي حسيت انا بحب اشرب القهوه المحوجه. القهوه حسيت الفتره اللي فاتت ان هي يعني نسبه التحويج بتاعها قليله شويه، او مش هي نفس المذاق اللي انا متعوده عليه. فحبيت ان انا ازود التحويجه من عندي، فجبت مستكه وحبهان بالظبط ربع كيلو، اخد 5 فصوص حبهان. انا طبعا بالخلاط، المطحنه بتاعه الخلاط، ضربت الاول حبهان كويس جدا، وبعدين قد نص الكميه ديت، يعني قد كده مستكه ضربتها معاه كويس جدا في المطحنه. وبعدين بره رحت في طبق كبير ورحت مقلباهم مع الربع كيلو. ادى والله يا بنات لطعم القهوه مذاق جميل جدا. ده جزء النهارده من معلومات اللي انا حبيت ان انا اقولها لكم النهارده. نتكلم بقى على المستكه فوائدها ممتازه ممتازه ممتازه. اولا بالنسبه للناس اللي بتشتكي من وجود بلغم، المستكه ان انت تندغيها جميله جدا. انت الاول لما تندغيها هتلاقيها بتتفتفت في بقك. معلش يعني حاولي ان انت يعني تاخدي كميه كبيره منها، لان ديت مذيب جيد جدا 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 للبلغم. بالنسبه لاطفالنا اللي بيشتكوا من اللثه، من ضعف اللثه، ان انت تندغي المستكه بيقوي اللثه وبيشدها. بالنسبه للناس اللي بيشتكوا من الام المعده والكبد والقولون، برضك ان انت تستخدمي المستكه في الاكل، او ان انت او ان هم يمضغوها، برضك جميله جدا جدا، بتقوي المعده والكبد، وبتفتح كمان يا بنات الشهيه بالنسبه لاولادنا الصغيرين. طبعا في امهات كتيره جدا بتشتكي من عدم شهيه ولادها، فالمستكه من الحاجات اللي فاتح للشهيه، بيطيب المعده ونافع، نسال الله العفو والعافيه، للاورام. ومن البلاد اللي استخدمت المستكه بشكل كتير قوي، عندنا اليونان واهل الشام والاتراك. المستكه هم استخدموها كان يعني كعلكه او كلبان، بحيث ان هم بتطيب رائحه الفم. دي المعلومات اللي انا النهارده كنت حابه اقولها لكم على المستكه. ده بالنسبه لحبايب الستات والبنات. لكن انا عايزه بقى البنات كده تقفل الفيديو لغايه كده. انا دلوقتي اللي عايزاهم الستات. بالنسبه في فايده جميله جدا جدا لحبايب الستات، بالنسبه للناس اللي بتشتكي وعايزه تضيق المهبل. بخري المنطقه الحساسه بعد ما تخرجي من الحمام بالمستكه. طبعا انتوا فاهمين انا اقصد ايه، بس بكميه كبيره. المستكه بتضيق المهبل، تستخدميها كذا مره كنوع كبخور، هتبص تلاقيها ضيقت المهبل. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب المعلومات تكون مفيده. واسالكم ان انتوا تدعوا لي دعوه طيبه بظهر الغيب. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تدعموها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.